تبسة أو تيفست قديما، هذه المدينة الجزائرية جذورها ضاربة في أعماق التاريخ، حيث ترجع تسميتها إلى البربر الأوائل الذين أطلقوا عليها هذا الاسم، وحسب الترجمة اللوبية القديمة بأنها تعني اللبؤة أنثى الأسد البربري. ولما دخلها الإغريق أول مرة شبهوها بمدينة تيبس الفرعونية لكثرة خيراتها والمعروفة اليوم باسم طابة، ولما دخلها الرومان أطلقوا عليها اسم تيفست لسهولة النطق عندهم، ومع الفتح الإسلامي تم تعريبها فأصبحت تبسة. وذكرها المؤرخ الكبير ديودور الصقلي الذي يرجح نشأتها إلى هرقل تحت اسم هيكتنبول، أي المدينة ذات 100 باب. وفي زماننا الحاضر هي من أهم الولايات الجزائرية التي تزخر بموروث تاريخي أثري ضخم يبرز تعاقب الحضارات على هذه المنطقة الغنية بالتراث الثقافي المتنوع العاكس لمختلف الحقب التاريخية، ابتداء من فترة ما قبل التاريخ إلى الفترة الإسلامية. عرفت مدينة تبسة الحياة ووجود الإنسان عليها منذ حوالي، كما تقول اليونسكو، 12,000 سنة إلى 27,000 قبل الميلاد، وذلك فيما يعرف عند المؤرخين بالحضارة العاترية. وبعدها احتلها الفينيقيين، وذلك منذ 250 قبل الميلاد، إلى أن وقعت تحت حكم الرومان بعد تغلبهم على الفينيقيين سنة 200 قبل الميلاد، وأصبحت مقاطعة رومانية ونقطة عبور هامة للتجار من الجنوب إلى الشمال. وفي أوج ازدهارها في عهد الحكم الروماني، حيث بني معظم الآثار الرومانية الموجودة الآن بين 69 و472 ميلادي، إلى أن سقط الحكم الروماني على يد الوندال الذين عاثوا فيها فسادا وهدموا الكثير مما بناه الرومان. بقى الوندال مدة إلى أن استرجعها الرومان مرة أخرى، فرمموا ما أفسده الوندال وأضافوا العديد من المرافق، وهذا بفضل القائد سولومون، وبلغ عدد سكانها في تلك الحقبة 100,000 ساكن. وظلت المدينة تحت الحكم الروماني إلى أن أطلت عليها جيوش الفاتحين سنة 648 ميلادي، حيث انتصر المسلمون على الرومان وأقاموا اتفاقية صلح مع السكان الأصليون بقيادة الكاهنة. بدأ الحكم الإسلامي بالخلافة الأموية ثم العباسية، إلى أن عين هارون الرشيد إبراهيم بن الأغلب حاكم على بلاد إفريقية، لتخضع بعد ذلك إلى حكم المماليك، بدايتا بدولة بني زيري ثم الرستمية ثم الصنهاجية، لتقع تحت حكم الدولة الفاطمية، لتنتقل بعد ذلك إلى حكم الحماديين ثم المرابطين ثم الموحدين ثم الحفصيين إلى العثمانيين. وتضم ولاية تبسة عددا كبيرا من المعالم والمواقع الأثرية التي يفوق عددها 2000 موقع أثري، موزعة عبر البلديات البالغ عددها 28 بلدية. ومن أهم معالم هذه الولاية التاريخية قوس النصر كاراكالا. قوس كاراكالا من أهم المعالم الأثرية التي تعتبر تحفة معمارية رائعة وفريدة، ومن أحسن ما شيد الرومان في مدينة تبسة. شيد هذا المعلم سنة 211 في حقبة الازدهار الروماني. يضم هذا المعلم 4 جهات، كل جهة مهداة إلى أحد إفراد العائلة الحاكمة، عائلة سبتيم سيفار. وأقيم قوس كاراكالا بطريقة فريدة على شكل مربع، ويرفع فوقه قبة. السور البيزنطي أحد أروع وأضخم البنايات الأثرية الموجودة بالمدينة. تأسس هذا المعلم سنة 535 ميلادي على يد الباترياك سولومون. شيد هذا الصرح الأثري لحماية المدينة وبسط سلطان البيزنطيين في المنطقة وضرب الأعداء. تبسة العتيقة بناءات متداخلة وجميلة في آن واحد، وهي عبارة عن بانوراما رائعة توجد على الطريق المؤدية إلى الدكان عبر الجرف، وكانت تسمى بطريق القنطاس على بعد 40 كيلومتر من السور البيزنطي جنوبا. كما قال المؤرخ جيرول أن المستعمر الفرنسي استعمل حجارتها في بناء الثكنة القديمة وسط المدينة. تأسست في العهد الروماني وهي مجهولة لدى الكثير، وتعرف باسم تبسة الخالية. الكنيسة الرومانية هي أحد المعالم التاريخية النادرة في العالم بأسره، والتي بقيت محافظة على طابعها المعماري الأصلي. تعرف العالم ستيفان جاسيل عن حقيقة هذا المعلم سنة 1901، فنسب بناءه إلى العصر الأخير للحضارة الرومانية، أين عرفت الديانة المسيحية النصر والازدهار في تلك الحقبة،
وفي سنة 1944 عثر على قبوة تحت الأرض استغل في نشر المسيحية، ثم أقيمت فوقها هذه الكنيسة. يعود شرف تسمية هذه الكنيسة إلى القديسة كريسبين آنذاك. المعبد الوثني مينيرفا هو بيت الآلهة عند الرومان. تأسس هذا المعلم في عهد الإمبراطور سبتيميوس سيفروس سنة 217، وقد تم إهداؤه إلى مينيرفا آلهة الحكمة في تلك الفترة. معصرة برازفال تأسست هذه المعصرة سنة 117 ميلادي، وكانت تستغل في عصر الزيتون، وتشير المراجع إلى أن هذه المعصرة كانت تضم طوابق وتغطي أكثر من 2000 متر مربع. البازيليك هو واحد من أوسع المعالم الأثرية في المدينة، وهو في الأصل عبارة عن بازيليك وكنيسة مسيحية كانت تسمى بكنيسة سانت كريسبين، وهي محاطة بسور رباعي الأضلاع، وتتكون من عدة بنايات تشكل مجتمع تندير وسراديب داخلية واسطبلات وأروقة وباحة وكنيسة ومرافقها. أما اليوم وبفعل مرور الزمن فلم يتبقى من الكنيسة سوى بقايا حجارة أثرية وحدائق خارجية وبعض الأعمدة التي بقيت صامدة. ومن خلال ما سبق وما ذكر، ما هي إلا نبذة صغيرة جدا عن مدينة تبست التاريخية، ومقتطفا من الجزائر التي تعتبر كنزا مفقودا.